السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. النهارده بقى هنعمل كفتة داوود باشا بطريقة سهلة جدا بسيطة. دي نص كيلو لحمة مفرومة، تكون فيها دهن شوية. هنا بقى التوابل، توابل كفتة، مرقة كفتة، مرقة لحمة، ملح، كمون، فلفل اسود، وبقى ايه البهارات بتاعه الكفته زي ما قلنا. وهنا فصين توم مفرومين جيد، بصلايه كده متوسطه الحجم برضو مفرومه متصفيه منها الميه بتاعتها، تصفي البصلايه طبعا. بعدين هتحطيها وتبداي تعجنيهم كويس قوي في اللحمه المفرومه بالطريقه دي. اهو كده عجنتها لحد ما كله دخل كده في بعضه وايه وخلاص. الدقيق دوت اهو هنحطه كده في طبق وهنشيله على جنب. وبعدين معانا عصير طماطم و مع معجون صلصة، معلقة معجون صلصة او ربع كوباية معجون صلصة. دولت هنركنهم على جنب لان مش وقته دلوقتي. هنجيب بقى هنا هوت اللحمة المفرومة بعد ما عجناها كويس. هنبدأ ناخد قطعة قطعة ونبرمها ونعملها كور بالطريقة دي. عاوزة بقى تعملي حجمها متوسط، حجمها كبير، حجمها صغير، زي ما انتي حابة. انا عملت حجمها متوسط. هنا هو كده هبرم تاني هو بالطريقة ديت. وهنركن على جنب، تبرمي وتركني على جنب وتعمليها كور. ولازم وانتي بتبرميها كده تحس ان هي اتكورت كويس قوي عشان ما تفكش منك، لان احنا طبعا مش حاطين لها اي مواد تانية. هي بتبقى لحمة صافي ببصل وثوم والتوابل بس فقط لا غير. هنعمل الكمية اللي عندك كلها او الكمية اللي هتعمليها بنفس الطريقة ديت. هنا هو بعد ما عملت الكمية كلها عملناها كفتة او كور. هنا الصينية بقى اللي هنحط فيها الكفتة هتدهنيها بسمنة بالطريقة دي كده. هي تدهني الصاج الصينية اللي هتحطي فيها الكفتة. وهنركنها بقى على جنب. وهنجيب بقى هنا الدقيق، كوباية الدقيق اهو تبدأي تعمليها كده اهو، تبدريها او تخليها كلها فيها دقيق بالطريقة دي كده. هي وانتي بتعملي يا ريت تعمليها ايه تكوريها كده في قلب الطبق، بتبقى حلوة جدا. هنعمل نفس الكمية اللي موجودة عندنا بنفس الطريقة وهنحطها في الصينية او في الصاج. انا هعمل كام واحدة معاكم هم كده عشان اوريكم بتتعمل ازاي. اهي كده وهنشيلها وهترصيها بالطريقة ديت في الصاج اهوت بنفس الطريقة. وطعمها جميلة جدا. لازم مرقة اللحمة دي تكون موجودة في البيت اهو بالطريقة ديت. عملنا الكمية كلها هندخلها الفرن على درجة حرارة 200. هنا بقى اللي هنعمل بقى الصلصة بتاعتها. سوري، هنا المعلقة وقعت هنشيلها. والتومة برضو فصين توم مفرومين، فصين بس. هتحطيه وتحطي معلقة او يعني معلقة سمنة وزيت، المهم فيما يعادل معلقة تكون سمنة وزيت. هتحطيها وتبدأي تقلبي التومة بالطريقة دي لحد ما تحمر. هنحط معاها طبعا هنا انا مش حاطه قرن فلفل كامل، انا حاطه خدت حته بس عشان مش عاوزاها تبقى حر قوي عشان الاولاد. وهنحط بقى هنا عصير الطماطم الكميه اللي انت عاوزاها، ملكيش دعوه بيا انا، يعني انا بقول لكم بتتعمل ازاي. هنا دي عصير طماطم، هنا هي متصلصله هنا كويس. هنحط عليها معجون الطماطم برضو وهنقلبه كويس. عندك شوربة لحمة هتحطيها، ما عندكيش شوربة لحمة هتحطي اللي هي مرقة اللحمة. آه هنا هو انا ما عنديش شوربة لحمة فهحط مية واحط مرقة ايه اللحمة. تمام اهو بالطريقة دي لحد ما تغلي. هي كانت الصلصة اللي انا حطيتها المتصلصلة، انتي هتحطي صلصة جديدة لحد ما تتصلصل. هنا هو كده ادت خلوتين وطفينا عليها البوتاجاز لحد ما نطلع بقى الكفتة من الفرن. هنا الكفتة استوت وكل شوية طبعا هتفتحي البوتاجاز وتقلبيها الناحية التانية وتحطيها. هنا طبعا المية اللي هتبكها او الشوربة اللي هتبكها تشربها.
هنا بقى هنجيب الكفتة بعد ما طلعت في الصلصة. لازم الصلصة تبقى سايلة كده، ما تبقاش متسبكة قوي. هتسيبيها تغلي كام غلوة كده فيها، هتحطيها حوالي 10 دقايق، وبعدين تبدأي تقدميها في الطبق بالطريقة ديت اهيت كده. وطعمها بقى تحفة. طبعا مش هتنسي التوابل. لو انت حاطه توابل في مرقه اللحمه مش هتحطي لها توابل. مش حاطه، هتحطي لها طبعا ملح وفلفل اسود وتوم باودر، بصل باودر، مرقه اللحمه، كل الكلام ده. وتبداي تقدميها وتغرفي. واستنوني فيديو جديد، وصفه جديده. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامه الجرس.